في سابقة جديدة من نوعها طلق رجل زوجته على الهواء عبر إحدى الإذاعات بعد أن نصحه بذلك المستشار الأسري الذي يقدم البرنامج. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اشتكى فيه الزوج من سفر زوجته بدون إذن من جدة إلى الرياض ليقترح مقدم البرنامج تطليقها تأديبا لها، وأبدى الزوج موافقته على الاقتراح الذي اتفق مع رغبته الشخصية فطلقها عبر الأثير قبل أن ينصحه المقدم بإرجاعها إذا أبدت أسفها وندمها على فعلتها. للحديث عن هذا الموضوع معنا من جدة الدكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمستشار في العلاقات الأسرية. دكتور هاني أهلا وسهلا بك. بالفعل شيء غريب، يعني طلاق على الهواء وبنصيحة من مستشار أسري. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بك سيد محمد وبمشاهدي ومشاهدات العربية الأكارم. بالتأكيد أنه الشخص المعني بتقديم النصيحة لم يبيت النية بأن يكون الطلاق هو الأساس لحل هذه القضية أو حل هذه المشكلة أو الإجابة على ذلك السؤال، إنما هو ربما أنه غفل أن هناك مستقبل بسيط للمعلومة التي تنطق على هذه الإذاعات أو على هذه القضايات، وبالتالي قد يتأثر بها الآخرون، وهذا هنا مربط الفرس. فحينما يأتي سؤال على الهواء أو من برنامج ما لمتخصص حسب ما يعني سواء كان الأمر نفسي أو كان أسري، فيجب أن يكون الشخص على دراية أو احترافية في الإجابة بخصوص ذات الموضوع تحديدا. وأيضا هناك ليس كل ما يعرف يقال على ما يقولوا، يعني ليس من الأجدى ومن الأولى أنه أنا أنصح بعملية الطلاق على الهواء حيال قضية ما، لأن أنا لم أعرف مسوغات الموضوع وليس لدي العلم الكامل بكافة ما دار ما بين هذين الطرفين، وبالتالي أدى لقرار هذا الزوج في طرح السؤال بأنه يطلق أو لا يطلق، بينما هناك طرق أخرى لتأديب هذه الزوجة إن خرجت عن الخط المسموح به في تعاملها مع الزوج على سبيل المثال. فحقيقة الأمر أنا على يقين أن الشخص يعني لم يكن يقصد إدانة الزوجة بمعاقبتها بالطلاق، ولكن ربما أن الأمر كان يعني بشكل أو بآخر غير مقصود. ولو إنه عفوا يا دكتور هاني، كيف يعني غير مقصود وهو يعني نصحه بأن يطلقها تأديبا؟ كيف يعني؟ غير مقصود حبيبنا، لا أقصد أنه لهذه الحالة، وغير مقصود بأن يكون هذه الإجابة هي عامة لكافة ما هي عليه الحالات الأخرى، إنما كانت الإجابة تحديدا للسؤال. ولو أنه أنا أعتبر أن هناك احترافية في الإعلام، أنا أظهر في كثير من البرامج وأحرص جدا على أن أنطق بالكلمة التي قد تكون معومة أحيانا لو جاز التعبير، لأن هناك مستقبل بسيط أحيانا قد أنه يأخذ بهذه الكلمة ويأخذ بهذا الرأي ويطبق ويسحب هذا الأمر على قضيته أو على موضوعه. وهنا تأتي الاحترافية من قبل مقدم البرنامج أو من قبل المجيب على الأسئلة، فبالتالي يجب أن نحرص في هذا الجانب. هناك خطأ حصل، نعم هناك خطأ حصل، ولا أعتقد أن النية مبيتة بأن يكون النصح أو النصح المباشر هو الطلاق، إنما كان الأمر مسوغ ما لقضية ما محددة، وبالتالي أتى الأمر بهذه الإجابة، ولو أنه حقيقة لم يكن من المفترض أن تكون الإجابة كما كانت عليه. طيب دكتور هاني، سؤال أخير، أنت كمستشار علاقات أسرية، هل نصحت أحد الأشخاص أو أحد المتزوجين بالطلاق حين تقدم لك؟ أقصد بشكل أو بآخر، هل الطلاق التأديبي كما جاء في الخبر هو مرحلة متقدمة من الأشياء التي مباشرة تنصح بالطلاق تأديبيا، أم أن هناك مراحل أخرى يجب المرور بها قبل الانفصال ما بين الزوجين؟ بالفعل سيد محمد، أنا من فضل الله أنا كنت أمين العام للمؤتمر الأول للعنف الأسري بالمملكة، وهو من أشد الأمور التي قد أنها تكون من مسببات الطلاق، إلى أنه لم يكن من ضمن التوصيات التي خرجنا بها بأن يكون هناك طلاق. عملية الطلاق أحبائي لا يجب أن تكون عن طريق الهواء. أنا حتى كان في حلقة من حلقات على إحدى القنوات اللي هو الطلاق إكسبريس، اللي هو الطلاق السريع. عملية الطلاق وصلت لمرحلة أو لأرقام عالية جدا، يجب أن يكون هناك دراسة للحالة ودراسة متفردة ومن قبل متخصصين من عدة علوم مختلفة، وليس من علم شرعي فقط أو من علم نفسي فقط، إنما يجب أن يكون الشخص حاصل على درجة عالية ومعلومة كبيرة بما يخص عدة نواحي، وبالتالي يستطيع أن هو يحل هذه القضية. شخصيا وإجابة على سؤالك سيد محمد، لم أنصح ولن أنصح بأن يكون هناك طلاق مهما كانت الحالة، إلا إذا كان هناك حكم شرعي واجب يوجب على هذا الزوج تطليق الزوجة. الدكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمستشار في العلاقات الأسرية، شكرا جزيلا لك.